يا مرحبا أهلا بالفضل والغفران، وأنا سائم هبات من نفحة القرآن، نلقاه بالبشر بالحب والأشجان، والأجر ندركه من دون ما نقصان. يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان. صباح الفل، صباح الياسمين، صباح السقعة والرصرصة والجو المزقططة. صباح العسل، صباح الفل عليكم، صباح الياسمين، صباح كل شيء جميل. النهارده فيديو جديد في عز السقعة والتكتكة اللي احنا فيها دهية. مش هنعمل زيك يا مفترية. طبعا احنا في الساعة اللي احنا فيها دي الواحد بيبقى عايز يقعد تحت البطانية، بس احنا مش هنعمل زي الست بتنجانة اللي قاعدة تحت البطانية سقعانة. احنا هنعمل زي ام العيال اللي مش ساقعة مرصرصة، بس لازم مضطرة تقوم تشوف شغل بيتها وحياتها ودنيتها. يا رب تكون ايامكم كلها خير، وتكونوا مبسوطين بالساعة اللي احنا فيها دي والرصرصة، وتكونوا مزقططين زينا. يلا بينا بقى عشان ورانا حاجات كتير، وهي حاجات ياما بقى عايزه اعملها. والنهارده يعتبر فيديو هروق بقى حاجات في الشقه. وبصوا مش هلوك كتير، تعالوا معايا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا يا كتكوت. واول حاجه هعملها بناء اللي كان فيه عاصفه من كام يوم ما كنتش عارفه اغسل، فاول حاجه هعملها هي الغسيل يا كتاكيت. هدخل اجيبه وارجع اكيد. جبت بوكيه الورد بتاعي وداخله على حمامي عشان انضفه يا حبايبي. والله يا جماعه عارفين انا بقوي نفسي بنفسي عشان بجد سقعانه اكيد. يلا بينا على الحمام. تمام يا حلوين، النهارده بقى في الفيديو هنتكلم في كلام مفيد، وهو ازاي تمشي ميزانيتك وازاي تظبطيها على قد كل واحد فلوسه عامله قد ايه، وازاي كل واحد ليه ميزانيه معينه وليه طقوس، وكل واحد بياكل حاجات وما بياكلش حاجات، وكل واحد وليه حاجات لازم يرتبها قبليها، وكل حاجه ليها اولويات. فالنهارده هنتكلم في الفيديو عن ازاي نظبط ميزانيتنا من الالف للياء. تمام كده يا احلى الكتاكيت؟ حبيت ان انا اعمل معاكم الفيديو ده وانا بعمل نفس الروتين، او انا بحير لكم في روتين عشان خاطر اكيد انتوا زهقتوا من الرحامه بتاعتي وحابين تجددوا، بس برضو مش هرمكم منها وهبينها لكم برضو في الفيديو. تمام يا قطاويت؟ اول الكلام كده نصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وزيدوا النبي صلى عليه افضل الصلاه والسلام، ودعموني بقى باللايكات والكومنتات والكلام الحلو يا احلى اخوات. النهارده في الفيديو زي ما قلت لكم ابتديت بقى ان انا احط الغساله. طبعا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسد. الجو بصراحه يعني ما يتحسدش عليه، محدش يحسدنا على الجو بتاعنا هنا في اسكندريه بجد. تلج تلاقي، ميه تلاقي، رعد تلاقي، برق تلاقي، كل حاجه متاحه. يعني كل اللي في نفسه حاجه عندنا يلاقيها، والله ما فيش حاجه محرومين منها. فطبعا اهل اسكندريه عارفين احنا شكل البلد عندنا عامل ازاي، وطبعا اللي خارج اسكندريه يقول لي الشكل عندهم الجو عامل ازاي. هل في رصرصه وسقعه وميه وشتاء ورعد وبرق زي حالتنا، ولا كل واحد وليه حاجه معينه؟ فكل واحد يقول لي الجو عنده عامل ازاي. يلا بينا بقى ندخل في المفيد وندخل في الكلام المهم يا ست البنات انتي وهي. اللهم صل على النبي. اول حاجه كل واحد وليه ميزانيه، وكل واحد وليه مرتب شخصي بياخده، صح كده يا كتاكيت ولا لا؟ طيب احنا عايزين نظبط ميزانيتنا ومش عارفين. اول حاجه كده، اول حاجه اول ما تقولي بسم الله الرحمن الرحيم انا ابتديت اخد مرتبي او ابتديت اخد مصروف البيت. طيب هتعملي ايه؟ اول حاجه هتعمليها تتصدقي. لازم تطلعي صدقه بسيطه كتيره على قد مقدرتك. انا عارفه اللي في ناس هتقول لي ده احنا دلوقتي اللي محتاجين الناس تتصدق علينا، احنا معناش، احنا وكلام كتير هيتقال. عارفه الكلام اللي بيتقال وسمعته كتير من ناس حواليا، بس والله ربنا بيديكي اضعاف اللي بيروح. اي حاجه انتي بتطلعيها بنيه الصدقه فربنا بيردها لك اضعاف اضعاف. فما تقوليش انا معيش او انا ما عنديش او انا ما فيش. اقل القليل
مش لازم تستني حد تطلعي له، انت روحي طلعيها في الجامع، روحي طلعيها في اي مكان انت بتحبي تطلعيها فيه، المهم ان انت تطلعي الصدقة، وده بند اساسي. تمام، ما ينفعش ان انت تجلي منه خالص. طيب هنعمل ايه تاني يا ام ياسين؟ تاني بند وهو بند الفواتير. بند الفواتير وده بند اساسي عليكي برضو لازم تطلعي. عارفة ان اسعار عالية، عارفة ان الدنيا عالية، عارفة ان انتي بتقومي وتنامي، مش بتقومي وتنامي، انتي ممكن تروحي وترجعي تاني تنزلي بعدها بشوية تلاقي السعر اختلف اضعاف اضعاف. بس هنعمل ايه؟ خلاص ده امر ربنا وربنا فرضه علينا، فاحنا بنحاول نمشي بتدابير ربنا على قدينا، ما عندناش حل تاني خالص. احنا بنحمد ربنا على اللي احنا فيه وبنحاول ندبرها وبنقول يا رب، وربنا تملي بييسرها لينا. طيب الفواتير، ودي فواتير المية، النور، الكهرباء، النت، الحاجات دي حاجات أساسية. طبعا احنا كأي ست بيت عارفة هي بتاخد ميزانية قد ايه الكهرباء، في الرينج مثلا في رينج 100، في رينج 200، الكلام ده كله. الرينج اللي انتي متعودة عليه كل شهر طلعيه، وطلعي زيادة شوية كمان. ليه؟ لا قدر الله حاجة زادت، حاجة بتاع، الله أعلم بالفاتورة، بس احنا هنطلع اللي هو الأساسي كل شهر هتطلعيه، والزيادة دي هتحليها، دول هتعمليهم في ظرف. الظرف ده نور، مية، غاز، فاتورة النت او فاتورة التليفونات، الفواتير عامة. تمام كده يا بنات؟ خلصنا من الفواتير، يبقى كده خلصنا اول بند وتاني بند ودول اساسيين. تالت بند لو لا قدر الله بعد الشر بعيد عنكم يا رب، اي ادوية انت محتاجاها، اي ادوية انت بتجيبيها شهريا اسبوعيا، لا لازم تكون عندي في التلاجة. للولاد لا قدر الله حد من الولاد تعب، فده لازم يبقى عندي في التلاجة. الكلام ده بند اساسي لازم تحضريه لنفسك، دي من البنود الاساسية. وفي بند كمان وهو بند الدروس. طبعا كل واحد فينا وعنده ولاد، ربنا يا رب يحميهم ويقدرنا عليهم، وهو بيدي ولاده دروس او على قد مقدرته، فلازم نشيل بند الدروس. بس انا عايزه اتكلم معاكم في نظريه بسيطه جدا في موضوع الدروس. الدروس طبعا خلاص بقت حاجه سنه الحياه، موجوده في حياتنا، خلاص بقت اساسي لينا. بس من وجهه نظري البسيطه جدا واللي انا ماشيه بيها بصراحه، ان انتي مش لازم تدي دروس عند مدرسين المدرسه خالص. يعني مدرسين المدرسه قله قليلا جدا اللي بيراعوا ربنا، والباقي ما بيراعيش الموضوع ده خالص. بيقولك طب وانا اعمل ايه، هي الاسعار حالية عليا ومش حالية عليكي، ما هي عليا وعليكي، مش عاجبك فيمسكك من ايدك اللي بتوجعك وينزلك في درجات الولاد والكلام ده كله. فاحنا نبعد خالص عن موضوع المدرسة وخلينا في جزء جنبي، اي حد جنبك جنب البيت فيه بنات او مدرسين شابات لسه متخرجين قريب، طبعا ملهمش نصيب ان هم يتعينوا في مدارس، ممكن تروحي تدي عندهم لولادك الدروس افضل. اولا بيبقى سعرهم اقل من اسعار المدرسة، ثانيا بيبقى الوقت بتاعهم اطول من مدرسين المدرسة، ثالثا بيبقى عدد الاطفال مش زي اطفال اللي موجودة في المدرسة، مش زي اللي هم بتوع المدرسين بتوع المدرسة. طبعا انا مش ضد ان انت تدي درس، ومش ضد ان انت تدي عند مدرسين المدرسة، ده حاجة اساسية، ومش انا بقطع عيشهم، بس هم لو هيراعونا فاحنا هنراعيهم. فهمتوني؟ في ناس ما بتراعيش، يعني لو في انتي مثلا مدرسة مدرسة وشايفة ان هي بتراعيكي وبتعمل على قد استطاعتها، وانتي برضو بتراعي ربنا في الوقت، بتراعي ربنا في مجهودها، بتطلع كل مجهودها، ما بتكتس الولاد. يعني انا بشوف مدرسين مدرسة بياخدوا فوق ال20 طفل في الدرس، اللي فاهم فاهم واللي مفهمش مفهمش، انا مالي. فحاولوا تظبطوا حاجة جنبكم، حاجة على قد الايد. ممكن سنتر. يعني انا لما ياسين بصراحه راح الاعدادي بطلت ان انا اودي في المدرسه، لان اولا مواصلات، وثانيا المدرسين بقت بتطلب مبالغ طائله، الكلام ده كله، وبقيت بدور على سنتر بدي فيه كل المواد ما عدا يعني بدي كل المواد اساسي فيه، لان هو الباكج كله على بعضه بيبقى بسعر رمزي او بسعر اقل من لو انت هتدي كل درس لوحده، وكمان بيبقى الوقت بتاعهم كويس، وبرضه بيبقى العدد بتاعهم مش كبير قوي كسنتر. انا بالنسبه لي السناتر ده اللي فيها بصراحه، عشان ما اكدبش عليكم، السنتر اللي وقع تحت ايدي او اللي انا بودي ابني فيه بيحصل فيه كده.
وبوديه بس درسين معينين اللي هو الرياضة والانجليزي. ليه؟ لان دول مادتين اساسيين لازم يكون مركز فيهم 100%. لكن العربي الدراسات العلوم انا اقدر ان انا اقعد اذاكر معاه، يعني ممكن لو حاجة وقفت معاه انا لو قريت الكوبليه ده فانا هقدر ان انا اظبطه واحفظه له مثلا، لكن او افهمه له. لكن الرياضة لازم تكوني انت فاهمة الموضوع ماشي ازاي. ده بالنسبة لبند الدروس. عادتكم اللي انت ممكن تعملي الحل ده اسهل، وكمان تطلعي بند الفلوس طبعا دي اساسي. وطبعا في الصيف احنا بنريح موضوع الدروس شوية، فممكن بفلوسهم تعملوا حاجة تانية. دي كده الحاجات الاساسية اللي انت لازم تطلعيها. تمام كده يا بنات؟ طيب هندخل بقى في الحاجات اللي هي برضو اساسية بس ممكن نتنازل عن حاجة فيها، زي الاكل والشرب. صح ولا مش صح؟ يعني احنا ممكن لو الاكل عالي مثلا كفراخ فبنجيب لحمه، لو اللحمه هي اللي عاليه فبنجيب فراخ. طب لا الاتنين حاليين فهنجيب سمك. فلا التلاته حاليين فلا احنا هنبقى نباتيين وهناكل اي حاجه من انواع الخضار. كل ده احنا بنمر فيه. صح كده ولا مش صح؟ بس في الوقت الحالي كل حاجه عاليه، كل حاجه بقت اوفر، كل حاجة بقت السعر الطقطقين. عارفة ان الموضوع ده اكيد مضايقكم وعلى طول انتوا جايين على نفسكم فيه، والموضوع بقى تقيل بزيادة. فاحنا هنعمل ايه؟ هنحاول نقسم الفلوس اللي باقية على قد الحاجة اللي احنا معانا. مثلا فضل معاكي قرشين 3 تقسميهم ما بين اللحوم وبين الفراخ اللي هي البقوليات، وما بين البروتينات، وما بين المنظفات والحاجات دي. اللهم صل على النبي. البروتين طبعا من مشتقات الفراخ واللحمة والأسماك، وكمان في مشتقات البيض ومشتقات الفول والبقوليات والكلام ده كله. هتقسمي الحاجة اللي انت عايزاها حاجة حاجة. هتجيبي الحاجة اللي ليها لازمة. ممكن الفراخ، لا الفراخ مثلا الوراك حالية، لا هنجيب جنيحة. لا الجنيحة حالية فهنجيب كبد. كل واحدة طبعا وعارفة ايه ميزانية بيتها وايه دنيتها وايه الكلام ده كله. طيب هتعملي ايه بقى يا ام ياسين بعد ما فضل معاكي المال لمين؟ طيب اول حاجة وهي اهم حاجة بقى في الحاجات اللي انت هتنزلي تجيبيها، هي انك تعرفي العروض شكلها ايه او الاسعار شكلها ايه. طبعا احنا عروضنا بتبقى عبارة عن زيت، رز، مكرونة، سكر. الحاجات اللي عليها عروض اللي هي الحاجات الاساسية. الحاجات الفرعية بقى اللي هي إيه كابتشينو مش عارفة اسمه ايه بقى عليه، مش عارفة ايه المربى مش عارفة اسمها ايه فعليها واحدة هدية. الكلام ده كله الحاجات الفرعية او الحاجات اللي مش اساسية في كل بيت، فدي احنا بنركنها على جنب. لكن الحاجات الاساسية اللي هي الرز والمكرونة والزيت والكلام ده كله بنعرف العروض فين. يعني انت مثلا عندك الهايبر، بالنسبه لي انا في اسكندريه عندنا فتح الله، وعندنا بيت الجمله، وعندنا اكازيون، وعندنا الصقر، وعندنا صبري، عندنا كذا حد، عندنا بندق، عندنا كذا حد كتير جدا كل واحد في منطقه معينه. وفي عطارين كمان بيعملوا عروض. انتي حطيلك كده قبل ما تنزلي تجيبي طلباتك، حطيلك لفه كده على الفيسبوك او في الشارع او اي حاجه براحتك، واعرفي الاسعار. وانتي ماشيه بتسالي ما تعتمديش على دماغك، اعتمدي على الكتابه. امسكي تليفونك وسجلي، امسكي قلم وورقه واكتبي ان فلان ده عنده السعر كذا، وفلان ده عنده السعر كذا، وفلان ده عنده السعر كذا. يعني حرفيا ممكن هتلاقي يعني كل واحد مثلا ألف نص، ألف ربع، ألف في جنيه، الكلام ده كله. شوفي السعر الحنين ليكي وروحي جيبي منه، بشرط ان السعر اللي انا هروح اجيب منه ده ما كنش هصرف جنبيه مواصلات. يعني انا مثلا مش هروح اكازيون وانا في الطبيعي هركب مثلا ب10 جنيه، وهروح اوفر عند اكازيون مثلا 5 جنيه. طب انا هروح ليه؟ طب ما انا اجيب من جنب البيت بس. دي اهم حاجة. لكن لو هتوفري مثلا في رينج 100 200 300، لا يبقى انا اروح المحل اللي فيه العروض. مش معنى ان في عرض صحيح سعره قليل هيبقى وحش. لازم تروحي تبصي على الحاجة بعينيكي وتقرري الحاجة دي وحشة او لا. طيب انا مثلا واحدة من الناس رحت اكازيون لقيت عنده رز ب29 جنيه، ارخص من السوق بكتير بكتير. يعني احنا اقل سعر في السوق 31 مثلا، عندي اكازيون لقيت 29. بس في عيب هو ايه؟ ان هو رفيع، في نسبة كسر شوية. طيب هينفع يتاكل ولا لأ؟ انتي بقى تقرري، انتي تشوفي بعينيكي. انا بالنسبة لي لأ مش هعرف اكله، مش هينفع معايا. لا انا هدفع ب29 وفي نفس الوقت هرميه؟ لا انا هدفع ال31 واكل حاجة كويسة حتى لو مش احسن حاجة.
وهكذا اللحمة عندي مثلا المفروم من اول، طبعا في ناس كتير قوي اعترضت على 160 بس ده اقسم بالله موجود. انا عندي من اول 160 لحد 280 و300 كمان. طبعا انتي على قد ميزانيتك. مش هقولك ام 160 فحلوة وروحي جيبي منها، بصراحة ما عجبتنيش وما اقدرش اقولك عجبتني. بس انا عايزة اقولك كمان ان انا لما روحت جبت من بتاعة الجيش اللي هي ب180 الشهر اللي فات، اقسم بالله برضو ما عجبتني. ورحت عند واحد تاني جبت برضو ب200 برضو ما عجبتنيش. طعمها مش هي اللحمة، تحسي ان انتي بتاكلي دهن حرفيا. ف انتي الافضل ان انتي تشوفي المكان اللي انتي هتجيبي منه اسعاره ايه. ده بالنسبة للرز والمكرونات. بالنسبة للحوم انتي ممكن تجيبي من مكان كويس بسعر اعلى شوية، بس مثلا انتي بتجيبي كيلو فلا هتقللي وهتجيبي نص، انتي بتجيبي نص فهتقللي وهتجيبي ربع. طبعا مفيش حد بيجيب على مدار الشهر، لو انتي مثلا زي حالاتي بتجيبي بالشهر فصعب قوي ان انتي بتجيبي اربع، يعني ما بتجيبيش ربع عشان يكفيك الشهر. انت ممكن تكوني اقل حد بيجيب نص يقولك هيكفيني الشهر. فانتي ممكن تقللي في الكمية زي ما بقولك، تجيبي من حد كويس، بس بدل ما بتجيبي كمية اللي انتي متعودة عليها اللي هي كيلو او كيلو نص او 2 كيلو، لا هتجيبي كيلو او نص كيلو على حسب ما انتي حابة. ونفس النظام الفراخ، الاسماك، ايه الكلام ده كله. تمام. انا كده قلت لكم بالنسبة للبند بتاع اللحوم والفراخ والاسماك والكلام ده. اللهم صل على الحبيب. بالنسبة بقى للمنظفات، قبل ما ادخل في المنظفات برضو بالنسبة لان انتي بيتك لازم تجيبي فيه كل حاجتك، لازم قبل ما تبتدي تنزلي تقرري ان انتي تجيبي حاجتك لازم تعملي جرد. لازم، ما ينفعش تنزلي وانتي مش عامله جرد. ما ينفعش تقولي انا مثلا لا انا ما عنديش فانيليا بس انا مش هجيب فانيليا، لا انا مش هجيب بيكنج باودر، جيبي قله قليله منها، كميه صغيره كيس او كيسين، بس المهم ان انتي تبقى الحاجه دي موجوده عندك في البيت. ليه؟ عشان خاطر انتي ممكن يهفك الحرام عايزه تعملي حاجه حلوه ما يبقاش كل المكونات عندك وحاجه بسيطه جدا مش عندك ومعكيش فلوس تعمليها فتوقفلك الوصفه. تمام. طب وعلى ايه؟ لا طب ما انا اجيب بسيط مثلا، بدل ما انا كنت في الطبيعي بجيب 5 و10 وممكن يقعدوا معايا شهرين، لا ممكن اجيب الشهر ده 3 او اجيب 2 او اجيب 4 او اجيب 5 على حسب ما انتي حابه. تمام. دي بالنسبه لي افضل حاجه. طيب بالنسبه بقى لبند المنظفات ونحط تحتيه 9000 خط. للناس اللي بتجيب المنظفات اللي هي الجراكن اللي هي شركات معتمده والكلام ده كله، انا مش ضد ده، انتي حرة، انتي حرة. بس المنظفات دي بقت عالية اوفر يعني بجد بقت الاسعار بتاعتها رهيبة فوق الرهيبة بشوية. فبدل ما تروحي تجيبي منظفات من شركات معينة او من انتي حرة. انا بقولك نصيحتي ليكي مجرد نصيحة، انتي حابة تكملي بيها كملي، ما تكمليش براحتك. المنظفات احنا ما بندخلاش بطننا. تمام. ولو بتغسلي بيها او بتنضفي بيها فانتي بتقعدي تشطفي الحاجة 100 مرة عشان تنضف او عشان تنزل الرهوة بتاعتها، صح كده. ولو انتي بتجيبي مثلا جيركن صابون مثلا ماركة معينة فبتحففيه بمية عشان خاطر هو تقيل وتقله سميك فانتي بتحففيه بالمية. طيب اقل رينج صابون في الشركات ممكن يدخل في الحاجة 15 اللتر 20 ممكن يدخل في الحجم ده. طب وليه انا اجيب حاجة ب15 20 وانا ممكن اجيبها ب10 وانا ممكن اجيبها ب6 وانا ممكن اجيبها ب8 في اسعار متفاوتة. طيب اجيبها منين يا ام ياسين؟ اي حد بتاع منظفات في المناطق، يعني كل المناطق فيها بسم الله ما شاء الله بتوع منظفات بالهيلة ياما، فانتي تجيبي منهم. انتي عايزة احسن كواليتي ممكن احسن كواليتي يديكي اللتر ب10، اللتر نص نص يعني مش احسن حاجة ممكن يديهولك ب8 او 7، في اوحش حاجة اللي هو مش حلو اصلا ب4. ممكن تعملي ايه؟ ممكن لو موجودة ب4 لان هو حاليا تقريبا بقى ب5 او ب6 بصراحة مش فاكرة، بس لو موجودة ب4 فانتي تعملي ايه؟ تجيبي مثلا 2 لتر من ابو 4 و2 لتر من ابو 8 وتحطي الاتنين على بعض، ده هيشيل ده، الاتنين هيشيلوا بعض وفي نفس الوقت انت عندك الكمية اللي هتكفيك الشهر. المسحوق بالنسبة لنا احنا اوكسي وباهي يعتبر هما الحاجات الوحيدة ان انت ينفع تنشبيهم حاليا لان احنا مقاطعين الباقي. طيب اوكسي بقى سعره عالي وباهي بقى سعره عالي. طيب هنعمل ايه؟ طب عشان نوفر هنجيب اوكسي مثلا او هنجيب المسحوق اللي احنا بنستخدمه وهنجيب نص
برسيل سايب، والموضوع ده عملته معاكم كتير، نص برسيل سايب، وكمان اللهم صل على الحبيب كربوناتو وملح ليمون، وتحطي الاربع حاجات على بعض. كنت زمان بحط فيه فانيش، لكن في الوقت الحالي ما بحطوش لانه برضو مقاطعه. تحطي كل ده على بعضه وترجيه كويس جدا وتستخدمي ده. ينفع للحساله اللي هي نص اوتوماتيك، والحساله العاديه خالص، والحساله اللي فوق اوتوماتيك. طبعا الاوتوماتيك ليها نظام تاني خالص ملناش دعوه بيه، انا بالنسبه لي ماليش دعوه بيه لاني ما استخدمتوش، ما اقدرش اديكي اي افاده ليه. تمام. ده بالنسبه للمنظفات. الكرول بدل ما تجيبي شركه برضو بتجيبي سايب، بيدخل معاكي في التنظيف الحمامات، في الاحواض، الكلام ده كله. ممكن انتي حابه تجيبي شركه عشان الحساله بتاعتك بتبوظ من الكرول العادي اللي هو بيتباع في الاسواق، ممكن تجيبي بقى عرض صغير او ازازه صغيره للحساله فقط، تكفي معاكي الشهر. وللحمامات بقى والتنظيف والكلام ده كله تجيبي اللي هي السايب. الديتول نفس الحاجة، ممكن تستخدمي حاجة منهم، يا ديتول يا كرول، يعني حاجة تسيقي بيها، يعني نوع واحد مش لازم الاتنين. بالنسبة بقى للدوني او للمعطر، الدوني والمعطر ينفع الاتنين تمشيهم حاجة واحدة. طيب الدوني في ازازة صغيرة جدا جدا، جبناها مع بعض قبل كده، وفي منها اكياس. الازازة دي تقريبا حاليا ب30 جنيه، ممكن تستخدمي هتجيبيها وممكن تقعد معاكي فوق الشهرين. طيب يا ام ياسين، انت كنتي بتجيبي الصابون اللي هو الشركات، مش الشركات، اللي هو الكيس اللي انت بتحففيه بميه، عارفينه طبعا. انا الشهر اللي فات انا جبته، بقالي شهرين جايبه، اخر مره من شهرين جبته، كان الكيس ب20 جنيه وب25 جنيه، شركات مختلفه. هاي لوكس كان ساعتها ب25 جنيه، دلوقتي هاي لوكس عامل 45 جنيه، وهيديكي 8 لتر. انا بالنسبه لي الاتنين يعني كسعر واحد. ليه؟ لان انا في الطبيعي بجيب ابو 8 او ابو 7، او ساعات بجيب ابو 6، او ساعات بعمل الاتنين على بعض زي ما قلت لكم. فالفلوس هي لا بالعكس، انا هنا هتعب وهحط ميه وهقعد الف واسيبه يتقل واعبيه عشان خاطر اعمله. طيب ما هي نفس الرنج، فيبقى بلاها. قبل ما بتجيبي الحاجه بتحسبيها، لو هي نفس الرنج وهرتاح، يبقى هجيب اللي هيريحني. لو هي نفس لو سوري الرينج اقل من الرينج بس هتعب شويه، فممكن اجيب الحاجه اللي اقل شويه وهتعب ربع ساعه بس هجيب الحاجه كويسه. تمام. على فكره الفيديو ده انا عاملاه للناس اللي طلبت مني ميزانيات، وانا للاسف مش عارفه اعمل معاهم ميزانيات، مش عشان انا مش عارفه، لا انا ممكن اكتب الاسعار، بس للاسف الاسعار فعلا انت بتنامي وتقومي وتلاقي السعر مختلف، فانا مش هقدر اديكي ميزانيه تمشي بيها خالص نهائي، فهبقى انا ظلمتك وظلمت نفسي واجتهدت وتعبت ودورت وكتبتلك، وفي الاخر انا ما فدتكيش بحاجه. فانا حبيت ان انا اختصر لكم في الفيديو ده الحاجات اللي انت تمشي عليها في الميزانيات. دي تجربتي انا، وده حياتي انا، وده اللي انا بعمله في حياتي. ممكن حد تاني ما ينفعش يتعامل بده، او ما ينفعش يشتغل بده، او ما ينفعش يمشي بيه، فهو حر. فانا حبيت ان انا اساعدكم بس بطريقة تانية، بدل ما اقعد ورقة وقلم واكتب واقول لكم جيبوا كذا وكذا وكذا وكذا. حبيت ان انا اديكم نصايح زي ما حبيبة قلبي قالت لي احنا بنفيد بعض، فانا حبيت ان انا افيد بالحاجات اللي انا اعرفها. طبعا لو في حد عارف حاجة من حبايب قلبي واخواتي، عارف حاجة تانية انا ما قلتهاش، عادي اكتبوها في الكومنتات، انا حابة ان انا كمان اعرف، انا حابة ان انا اوفر لبيتي وحياتي. بالنسبة تقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو بالطريقة دي، حلو ولا لأ؟ يعني لو عجبكم فكرة المحتوى بتاع الفيديو ولا لأ؟ لو ما عجبتكمش قولوا لي. برضو ان شاء الله باذن الله بكره هقول لكم بقى ايه الحاجات اللي ممكن تجيبيها تقعد معاكي بالشهور. يعني الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لكم ايه الحاجات اللي ينفع تجيبوها وتقعد معاكم بالشهور وهتوفر معاكي، وايه اللي هيوفر معاكي وايه اللي مش هيوفر ان شاء الله باذن الله. ربنا بس يديني القدره ويديني العمر. طيب في ايه تاني يا ام ياسين ما اتكلمتيش فيه؟ اقول لكم ايه اللي انا ما اتكلمتش فيه وما جبت سيرته في الميزانيه، اللي هو الخضار. طبعا احنا اتكلمنا على الرز والمكرونه، واتكلمنا على الفراخ واللحمه، واتكلمنا على المنظفات. طب الخضار يا ام ياسين مش حاطاه لي في الحسبان؟ لا حطاه طبعا، وده اساسي. الخضار لو سعره عالي فانتي بتجيبيه بالاسبوع، يعني بتطلعي رينج معين في الشهر ده للخضار، بتنزلي كل اسبوع تجيبي الخضار اللي انتي حباه. طيب لو سعر حاجه رخيصه مثلا زي الطماطم، في ساعات بيجي علينا وقت
كانت الطماطم ب3، وكان علينا وقت طماطم ب5 وطماطم ب10. طيب بالنسبة للطماطم، الطماطم ممكن تجيبيها بالشهر تعمليها، يعني مثلا لو في الشهر ده الطماطم رخيصة فانا هجيب كمية واحليها في يعني اعملها واحليها في التلاجة، وعملتها معاكم كذا مرة قبل كده. بالنسبة للخضار، في خضار بيجي عليه وقت بيبقى رخيص جدا جدا، وفي وقت بيبقى عليه عالي جدا. مثلا زي الليمون، جه عليه وقت كان الكيلو ب10 جنيه، دلوقتي الكيلو داخل ب25 جنيه. وقت ما الحاجة تبقى رخيصة ممكن تجيبيها وتحطيها في الفريزر لو انتي معاكي امكانيات في الميزانية. لو انتي ما عندكيش امكانية فيبقى لا خلاص، يبقى انتي كل اسبوع هتنزلي تجيبي الحاجة في وقتها. يعني في ناس ما بتحبش تشيل في الفريزر اصلا، ما بتفضلش ده، بس انا كان ياسين بحب قوي الحاجات الاساسيه اللي تبقى موجوده في البيت من الخضار: الطماطم، البصل، البطاطس لو في نص مقليه، الليمون لو رخيص ينفع اشيله. ايه الحاجات الاساسيه اللي انا ما ينفعش اطلع من الطبخه الا بيها؟ التوم، الكلام ده، دي الحاجات الاساسيه اللي انت بتحطيها من الخضار تحطيها في التلاجة. طيب لو انت مش حابه تحطي فيه الفريزر، يبقى بتجيبي كل اسبوع الخضار اللي انت بتحبيه وبتفضليه. الخضار بيتجاب بالاسبوع يا حبايبي، ما بيتجابش بالشهر، لان بالشهر بيبوظ. اقصى حاجه اسبوع او اسبوعين. بالنسبه لو انت من الناس اللي بتحب تحط الخضار في التلاجة، يبقى الافضل لما تيجي تحفظيه، قلت لكم طريقه كذا طريقه ليه. اول حاجه ما تغسلهوش، تاني حاجه الاسترتش تلفيه بيها، او كيس بس يكون محكم معاه، تفكي تطلعي منه الحاجه وتحطي الحاجه الباقيه عشان خاطر ما تبص. ده لو انتي من الناس اللي بتحبي بالاسبوع، او الناس اللي ما بتحبش الخضار في الفريزر. طبعا لو زي حالاتي بتحبي، فيبقى اول ما تبقى في حاجه رخيصه وانتي متاح معاكي اللي انتي تجيبيها جيبيها، واعمليها في الفريزر تشيل. بالنسبه للبصل، لما كان سعره عالي كنت بجيبه اللهم صل على الحبيب بالشهر وافرمه ويكفي معايا الشهر. بس كده يا حبايب قلبي، ده كده بالنسبه لي نظام الميزانيه. هقول لكم بقى انا رايحه فين في الوقت الحالي. اللهم صل على الحبيب، انا رايحه بيت الجمله عشان اشوف الاسعار فيه وهقول لكم عليها برضو. الرز من اول، اللهم صل على الحبيب، من اول 29 لحد، اللهم صل على النبي، 38 جنيه. ده بالنسبة للرز. بالنسبة للزيت عنده عرض 680 جرام عامل 54، وعنده 700 جرام عامل 60 جنيه طبعا، وفي حاجات تانية بس طبعا أسعار مختلفة. المكرونة من 28 ل 32، ده بالنسبة اللي هي الكيلوات. بس كده يا بنات، ده كده البيت الجملة. انا رحت الحمد لله جبت حبة حاجات بسيطة جدا، ما جبتش حاجات ياما، بس طبعا ما عرفتش اصور لان كانت الدنيا زحمة بسم الله ما شاء الله، لان انا اعتبر رايحة في اوائل الشهر، يعني في اواخر الشهر واوائل الشهر، فاهمني؟ بس كده يا بنات، طبعا الحمد لله جبت حبة حاجات بسيطة وروحت، وياسين وقع التليفون بس الحمد لله جبناه، والمال الحلال ما بيروحش يا جدعان، والدنيا تمام التمام. يا رب الفيديو بقى يكون عجبكم وتكونوا اتبسطتوا معايا. انا بحبكم كتير، والسلام. حتام. باي.